تجربه بنك الخليج مسالم بالضبط. اذا يقول على نفس الوزن ما حصل في بنك الخليج هو تجربه تثير مخاوفنا. ما حصل في بنك الخليج يثير مخاوفنا بان قد تكون هناك تلاعب. ما حصل في اوضاع البورصه يثير مخاوفنا بان هناك يكون نوع من تضليل المواطنين، عدم افصاح. هذا كله بالتبعيه يجعلنا دائما حريصين على الضمانات وحريصين على وجود عقوبات. اخلال الاقتصاد الوطني جريمه امن دوله. من يخل الاقتصاد امن البلد واقتصادها يخل في امنها بالتبعيه. اللي يقولون البدو الحلال عديل الروح، يعني انت قاعد تاخذ روح البلد. ومن ثم احنا قاعد نقول كذي، نطلب ضمانات، وضمانات تكتل الشعب اللي وارده تستحق ان تقرا، ورحب فيها الاخ ابو خالد، لكن مع الاسف ما حضرت الحكومه. هذا يدفعنا الى توتير الاجواء والتلويح المستمر بان والله حل مجلس الامه، حل مجلس الامه، ينحل مجلس الامه خير ان شاء الله، وتصير انتخابات ويختارون الكويتيين نواب اخرين. نريد ان نعيد لاذهان الناس بان دورنا ما هو منطلق من اي مصالح باستثناء مصلحه الكويت. نريد ان نعيد الاذهان بان ما حصل في قطر في التجربه القطريه بين الحكومه لما قدمت حلول استفادت الحكومه، مو الحكومه استفادت، الدوله استفادت، امتلكت 20% من الاسهم. كانت بنوك، يعني بالنهايه احنا قاعد نقدم شنو خذينا؟ عملاتنا الوطنيه مهدده بالطرد. ما في ضرائب قاعد تدفع للدوله. توم فنشين 8000 بس. شكرا انا ممنون لك. شنو استفادت الدوله؟ الكويت لما تقدم هذه المبالغ شنو تستفيد الكويت؟ راح يستفيدون البنوك، والبنوك مثل ما قلنا فيها مثل ما وصف رئيس اللجنه الماليه مثل تجربه بنك الخليج اللي قدم قروض فوق طاقه البنك والى اخره. اذا هناك من يتلاعب بالاقتصاد الوطني، مثل الشهاده للاخ المحترم النفيسي اللي قال قبل قليل على بعض الاوضاع الخاطئه في البورصه. صار اختلاط حابل ونابل. لا تجونا وتقولون تعالوا يعني نلوي ذراعك، يا توافق يا ينهار الاقتصاد الوطني. ما نقبل ينهار الاقتصاد الوطني، ما نقبل تنهار بقاله بالكويت، لان هذا رزق. لكن بالمقابل نقول لكم يا جماعه تعالوا، في مواطن قاعد يتعرض الى، وكرر هذا الكلام ما حد يسمعه، ما يحب يسمعونه، لا مذبحه اللي قاعد يجري، مذبحه للمواطن من خلال الفوائد المركبه اللي تستهلك راتبه. طيب خلونا على نفس المعيار. اذا هذا رجل ملتزم ومحترم وماشي في حاله، في اسر متعففه يا اخ خالد، في اسر الان قاعده تنطحن وسكنت بعضها اجرت بيتها وقاعد ملحق والى اخره. انا لا ابالغ، انا اقول هناك مشكله، اقول خطه الانقاذ الوطني، طلبت مني قبل قليل ان اقول كلمه الحق وان لا يعني اخفيها. نعم كان مشروع المحافظ في بعض الاجراءات السليمه وارده بالقانون. قبل قليل متى بالبريك؟ قبل قليل، ومن واجبنا نقول كلمه الحق. نعم لكن هذا لا يكفي. يكفينا شنو الكلمه بس عشان الكلمه ان هذا الرجل اتخذ اجراءات سليمه اتجاه الشركات اللي عندها ملاءه ماليه، واتخذ تدابير واحترازات جيده اتجاه الشركات اللي ما عندها ملاءه وتقدر تسميها شركات وهميه، اللي هو محافظ البنك المركزي. ما عندنا اشكال في ذلك، لكن هذا لا يكفي. ما يكفي. انا اقول بتقدمون هذه خل تستفيد الدوله الكويتيه، تستفيد شيء من هذا الوضع، على الاقل تستفيد العماله الوطنيه المهدده الان ببعثرتها. طيب هذا اللي يشتغل بالعماله الوطنيه في البنك ولا يشتغل في بعض الشركات، وين راح يروح يا ابو صقر؟ راح يروح مو على التزامات ماليه، ما عنده بيت، ما عنده اسره، ما عنده كذا، وين حتى ضمان ما عنده حق الله. وبعض البنوك، انا اكرر، بعض البنوك عنده شركات لكي يهرب من العماله الوطنيه والتزامها بنسبه العماله الوطنيه يعينهم على بند ثاني. ومن ثم هؤلاء البنوك او هؤلاء بعض، انا اقول اكرر بعض، ليش ما يقوم بدوره التنموي ودوره الواجب على القيام فيه تجاه الدوله؟ يعني الدوله تكون راعيه بس بالازمات، يعني وقت الرخاء ما ممكن تساعدون الدوله باتاحه فرص عمل للكويتيين، باقامه مشاريع خيريه، باخراج محابيس من السجن مثل ما قاموا خيرين كثيرين بهذا الامر؟ لا، الدوله مو بس بقره حلو، الدوله يجب ان تستفيد، لان الدوله اذا صارت قويه ومتعافيه كلنا متعافين، كاقتصاديين، كمواطنين، كجهاز مصرفي، كبنك مركزي، كلنا متعافين. لكن تصوير الامر انه والله تعال وابصم على القانون ولا راح ننهار، لا ما نقبل بالانهيار، اكيد ما نقبل بالانهيار. مركب راح يغرق، يا تقول كذي يغرق المركب، لا ما نرضى، هذه بلدنا، ارواحنا تروح لها، ما عندنا مشكله. لكن في المقابل طالعوا البحريه، عسى الله يحفظكم ويحفظها ان شاء الله. ابو فيصل بس حبيت اوضح بعض اللبس يمكن عند